الرحيم. خير الكريم ما قل وكفى، صلاة وسلاما على خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام النبي المصطفى. أما بعد، النهارده هنكمل حل امتحان 2024 فيزياء جامعة سفنكس إن شاء الله. يعني هنكمل حل. ففي البداية ما تنساش تصلي على خير الأنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يلا بينا سؤال رقم 11. تمام. السؤال بيقول لك ايه؟ watch describes Terrace acceleration if it changes speed from 25 متر على الثانية to 10 متر على الثانية in 240 ثانية. تمام. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك انا عايز اعرف العجلة دي تزايدية ام تناقصية ام متسارعة او كده في الزمن ده. كانت معايا بص على السؤال. السرعة الاول كانت بكام؟ كانت ب 25. اصبحت كام؟ اصبحت 10. هل السرعه زادت؟ لا. هل السرعه قلت؟ ايوه. طالما السرعه قلت يبقى العجله نيجاتيف، العجله سالبه، تسارع سلبي. يبقى الاجابه عندك رقم سي يا باشمهندس. نخش على سؤال رقم 12. تمام. سؤال رقم 12 بيقول لك ايه؟ بيقول لك using the graph what is the runner's velocity from 0 to 1 ثانية. تمام. يعني السؤال ده بيقول لك عايز السرعة من 0 لحد 4. طب اجيبها ازاي؟ بص يا باشمهندس، انا لو عايز ميل الخط المستقيم يساوي فرق الصادات على فرق السينات. فرق الصادات من عندنا بدأنا من اول 0 لحد كام؟ لحد 12 لحد 4 ثانية هنا، يعني هنا. تمام. ده مثلث. ميل الخط المستقيم بيساوي فرق الصادات على فرق السينات. فرق الصادات كام؟ 12 ماينس 0 اللي هي كام؟ 12. تمام. و4 ناقص 0 يدينا كام؟ 4. 12 على 4 بيساوي 3. ميل الخط المستقيم، ميل البوزيشن بيساوي الفيلوسيتي. تمام. فالاجابه عندك تطلع 3. طبعا خط مستقيم ويصنع زاويه حاده. اذا السرعه موجبه. تمام. طالما يصنع زاويه حاده يبقى السرعه موجبه. يبقى الاجابه عندك 3 وليست سالب 3 يا باشمهندس. نخش على السؤال اللي بعد كده، سؤال رقم 13. بص يا باشمهندس، سؤال رقم 13 بيقول لك an object moving in the x موجب axis expression. يعني بيقول لك جسم يتحرك على محور اكس يتعرض ماشي ان اكسلريشن يعني ايه؟ يتعرض لتسارع او يتعرض لعجله مقدارها 4/10 متر على الثانيه تربيع. يعني الجسم بيتغير 4 متر على الثانيه تربيع، لا بتسارع. هذا يعني ان الجسم ماله معذرة traveling at 4/10 متر على in every second، ولا 4 متر على الثانية every second. تمام. هنا يسافر بمقدار 4 متر في كل ثانية، ولا يسافر بسرعة أو يمشي بسرعة 4 متر على الثانية. تفرق يا باشمهندس؟ أيوة تفرق. فوق بيقول لك إيه؟ المقدار اللي ماشي بيه 4 متر، بيمشي 4 متر كل ثانية. هنا السؤال اللي تحتها بيقول لك إيه؟ بيقول لك السرعة بتاعته 4 متر في كل ثانية. بص يا باشمهندس على سؤال رقم، على الاختيار ج، بيقول لك ايه؟ بيقول لك increasing. يعني ايه increasing؟ يعني يزداد او يزيد سرعته. in velocity يعني سرعه بتزيد باي 4 متر على الثانيه in every second يعني كل ثانيه السرعه بتزيد 4/10 متر. انا عشان احل السؤال ده لازم اكون عارف يعني ايه عجله اصلا. العجله هي مقدار التغير في السرعه، مقدار التغير في السرعه. يعني السرعه بتاعتي بتتغير من ثانيه لاخرى. بيقول لك كل ثانيه السرعه بتتغير بتزيد 4/10 متر، 4/10 متر على ثانيه تربيع. فهذا يعني ان سرعتي قد تكون تزداد كل ثانيه 4/10 متر، او قد تكون تقل كل ثانيه 4/10 متر. فانا جايب لك increasing يعني كده السرعه بتزيد. هل بتزيد 4/10 او بتزيد 2/10؟ هنا قال لك السرعه العجله بتساوي كام؟ 4/10 متر. اذا الاجابه عندك رقم سي. كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه. تمام يا باشمهندس؟ تمام يا هندسه. نخش على سؤال رقم 14. رايك تمام. نخش على سؤال رقم 14. نخش يا باشمهندس على سؤال رقم 14. بيقول لك ان الكترون. يعني ايه الكترون؟ عادي، وحط هنا ان عشان غير معرف. تمام. ستارتنج بدأ فروم ريست، بدأ من السكون، كان واقف. الفي اي بصفر. يبقى الفي اي بصفر. تمام يا باشمهندس. moving with a constant acceleration. الجملة دي هل تعبر لك عن حاجة؟ معادلات الحركة.
رائع يا باشمهندس. كونستانت اكسلريشن يبقى انا حط في بالك 3 حاجات، معادلات الحركه الثلاث. تمام تمام. ترافلز سافر قد ايه او مش قد ايه، 3 ثانيه 3 سنتيمتر في قد ايه من الزمن، في 8 ملي ثانيه. معاك كم معطى؟ معاك 3 معطيات، يبقى كده وهم كم معادله؟ 3 معادلات في 3 معطيات، يبقى كده معطياتي كامله. وات ماذا is the magnitude، ما هو مقدار الاكسلريشن، عايز مقدار العجله. تمام. معايا الفي اي بكام يا باشمهندس علي؟ في اي بصفر. معايا يا باشمهندس عبد الله المسافة بتلاتة، الدلتا اكس بتساوي 3 سنتيمتر، هنحولها للمتر يبقى في 10 أس كام؟ أس سالب 2. تمام. الزمن بالملي هنحوله بالثانية، هنضرب في 10 أس سالب 3 يا باشمهندس، يبقى التي بتساوي 8 في 10 أس سالب 3. عايز ايه؟ عايز الاكسلريشن. اكسلريشن تطلع معايا من المعادلة التانية اللي هي بتقول ايه؟ دلتا اكس بتساوي في اي تي زائد نص اي تي تربيع. تمام يا باشمهندس. في اي بصفر يبقى دي راحت، نص اي تي تربيع، نص الايه اللي انا عايزها اصلا التي تربيع. التي بكام؟ التي بتلاتة في 10 اس سالب 2. تمام. هنربحها هيدينا 9 في 10 اس سالب 6. ليه يا باشمهندس؟ لان احنا بنربع الرقم توتال كله. تمام. والدلتا اكس اللي هي 3، يبقى هنقول هتطلع معانا الدلتا اكس هنشيلها ونحط مكانها 3 في 10 اس سالب 2 على 9 في 10 أس سالب 6. لو حليت كده مش هيطلع معاك الناتج. ليه؟ لأن معايا نص هنا، اوعى تنساه، حطه اضربه في الكام؟ في التسعة. نضرب 5/10 في التسعة، هيطلع معايا كام يا باشمهندس؟ هنقول 3 في 10 أس ماينس 2 على نص مضروب في 9 معذرة، يبقى هنا ماينس 2 تحت، أيوة، نص مضروبا في 9 في 10 أس ماينس 6. هيطلع لي بكام؟ هيطلع لي، هل موجود في الاختيارات؟ I don't know. في ميل بس كيلومتر. صح. هنا طلع معانا بالايه؟ طلع معانا بالمتر. هل دي موجوده في الاختيارات؟ طلع معايا كام؟ 666.66 يعني 6666.66. طلع معايا بالايه؟ بالمتر. هل موجود في الاختيارات؟ لا. هل انا حلي غلط؟ برضو لا. اتاكد ازاي؟ هقول لك يا باشمهندس، هنا دي كيلو متر، كيلو متر يعني لو قسمت على 1000 هيطلع لي ده؟ لا، يعني الاثنين دول غلط. كده معايا حلين، يا انا حل الغلط يا واحده من الاثنين دول صح. هعمل ايه؟ معامل التحويل من الميل الى المتر 1609. طب معامل التحويل من المتر الى الميل هنقسم على 1609، يبقى هنقول الرقم اللي طلع معانا انصر على 1609. نكتب يساوي، يطلع لنا ثانية واحدة بس عشان نشوف معامل التحويل صح ولا غلط، ولا احنا غلطنا في ايه. بص يا هندسة، الغلطة كانت عندي هنا دي 8، فلما جيت اعوض، لما جيت اربع ربعت ال8 ربعت ال3. تمام. فدي المفروض 64. تمام يا باشمهندس. تمام يا باشمهندس. هنحط الكلام ده على، هنكتب 3 في 10 أس سالب 2 على نص مضروبا في 64 في 10 أس سالب 6. هيطلع معاك، هيطلع معانا كام يا باشمهندس علي؟ هيطلع معانا 937.5. هل موجودة في الاختيارات؟ مش موجودة. هنحولها للميل، معامل التحويل 1609. الرقم اللي طلع معانا على 1609 هيطلع معايا 58%. مش محتاجة يعني. سؤال رقم الإجابة ايه. كلام في منتهى الجمال. هيا بنا إلى السؤال الرقم 15. بيقول لك in the CGS unit system mass is measured by. هو عايز وزن، عايز الكتلة في نظام السي جي اس. انا يا باشمهندس مش عارف الكتلة اللي هي بالجرام او بالكيلوجرام او حاجة زي كده. طب انا عندي هنا حرف الايه؟ حرف الجي. حرف الجي ده اللي هو بتاع الكتلة. هدور في الاختيارات على حرف الجي الموجود معايا. موجود فين؟ موجود هنا. الله يا باشمهندس. تمام. الاجابة رقم بي.
الكتلة في نظام السي جي اس بتتقاس بالجرام. جي لو جاب لك الطول يا باشمهندس بنقيسه بالايه؟ بالسنتيمتر. بالسنتيمتر. الله يا باشمهندس. طب لو جاب لك الزمن بالثانية. بالثانية. برافو عليك، معلومة جديدة. تمام، نخش على سؤال رقم 16. باشمهندسين السؤال ده سؤال كويس، سؤال جميل، فباشمهندس عبد الله يحل السؤال ده. الله. بقول لك هقرا لك السؤال عشان بعيد عنك. A car travels north at 40 متر على الثانية. متر على الثانية دي اللي هي ايه؟ السرعة. تمام. for 1/2 hour. يعني ايه؟ لمدة، هو ماشي شمالا لمدة قد ايه؟ نص ساعة. تمام. بيقول لك it then travels south at 30 متر على الثانية. يعني مشي جنوبا قد ايه؟ 30 متر. 30 متر على الثانية، اللي هي سرعة ولا مسافة؟ سرعة. دي سرعة. تمام. فور في قد ايه من الدقايق؟ 20 منت. تمام. ذا توتال ديستانس ذا كار. عايزين المسافة الكلية اللي مشيتها العربية. وجه في الآخر قال لك عايزين displacement ار، يعني عايزين الإزاحة، عايزين مسافة، عايزين إزاحة. معايا سرعة ومعايا زمن، أحسب منه إيه؟ مسافة. هضرب سرعة في زمن هيديني مسافة. تمام يا باشمهندس. المسافة الأولى ب40 والزمن بتاعي كام؟ 30 في 30. المسافة الأولى هنطلع المسافة بالمتر. 30 في 60. يبقى الإكس بتساوي كام؟ إكس واحد بتساوي كام؟ 40 السرعة بتاعتي مضروبة في الزمن نص ساعة اللي هي هنقول 30، اللي هي 30 دقيقة. 30 في 60 يا هندسة على الآلة بتاعتك. ونكتب الإكس 2 بتساوي يا باشمهندس، مشي جنوبا غير الاتجاه، هنعمل الاتجاه ده كده والاتجاه ده كده. إكس 2 مشي مسافة قد إيه يا باشمهندس؟ مشي مسافة 30 متر. 30 متر في زمن قدره هنضرب 20 دقيقة في كام ثانية؟ في 60. معلومة جديدة يا باشمهندس. هيطلع علينا المسافة اللي فوق بكام؟ 40 في 30 في 60 بتساوي يا باشمهندس علي 72,000. بتساوي يا باشمهندس 72,000.000. السرعة التانية يا باشمهندس هنكتب المسافة التانية، نكتب بدل 20 في 60 في 30 تطلع لك يا باشمهندس 36,000. هل دي بالمتر أم بالكيلومتر؟ بالمتر. عايز أحولها لكيلومتر، طق 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 تطلع لك 72. عايز أحول متر، طق 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 تطلع بكام؟ 36. أنا عايز المسافة الكلية التي قطعتها السيارة. مش هتفرق معايا الاتجاه، فهنجمع الاتنين. 36 زائد 72 هيديني كام يا باشمهندس؟ 108. عايز الإزاحة، الاتنين غيروا الاتجاه، فهنقول الإزاحة الكبير ناقص الصغير أو أقصر خط مستقيم من نقطة البداية نقطة النهاية. 72 ماينس 36 هتطلع لك يا باشمهندس، تطلع ب36. الإزاحة تطلع ب36 يا هندسة. هل موجودة في الاختيارات؟ ايوه اختيار لو لحد هنا لأ. هل موجودة؟ الله يا باشمهندس، الإجابة رقم ايه؟ حياك يا باشمهندس فارس. سؤال رقم 17 بيقول لك is a vector of magnitude. معذرة كان معايا مكالمة، بس نكمل سؤالنا. is a vector of magnitude unit and has no units. السؤال بص مش محتاج، انا واحد ما بفهمش اي حاجة في الفيزياء. كلمة ايه دي؟ يونت. الكلمة المتكررة في الأسئلة هي اللي موجودة في الإجابة. يعني هنا يونت الإجابات معايا موجودة فين؟ أهي كلمة يونت. مش محتاجة، يعني مفيش أسهل من كده. يعني سؤال من ولا سؤال. أنا معرفش حاجة ولا أعرف فيزياء ولا أعرف أصلا بقرأ. الشكل ده شفته فوق مرتين، يبقى هي دي الإجابة. السؤال بيقول لك إيه يا باشمهندس؟ بيقول لك هو متجه ذو مقدار وحدة وليس له وحدات. وحده ملوش وحدات، يعني ايه؟ هيبقى متجه وحده، مش محتاجه، يعني مش مستاهله. يعني تمام مثلا هبقى كمية فيزيائية. تمام يا باشمهندس. نخش على سؤال رقم 18. حدد السؤال. نخش على سؤال، لا عندنا سؤال كذا مره. نخش على سؤال رقم كام؟ رقم 18. بيقول لك ايه؟ من غير ما تقرا السؤال اعطيك المعادله الجميله دي، وعايز الجي يا هندسه. هنجيب الجي ازاي؟
اف في ار تربيع دي مقامها واحد، اف في ار تربيع هتودي توسطين في طرفين، يبقى زي ما قال باشمهندس عبد الله اف في ار تربيع الام في على ام في ام. هقول لك حاجه بسيطه ممكن تحفظ السؤال وممكن تفكه عادي. هنعمل ايه؟ الاف اللي هي بكام؟ نيوتن. القوه بتساوي كتله في عجل عجله، والعجله بتساوي سرعه على زمن. تمام. يبقى هنقول الكتله بتاع اللي هي الام بتاع القوه في العجله. العجله بتساوي ايه؟ سرعه على زمن. بتساوي سرعه على زمن، هننزل الزمن تحت، والسرعه بتساوي مسافه على زمن. يبقى هنقول مسافه كمان على دي. هنكتب مثلا، نكتب مسافه الرموز لها ال ثانيه عشان نوضح الارقام. الاف هنقول ايه؟ الاف بالنيوتن هنبقى كيلو جرام، هنخليها باليونت كيلو جرام. ماشي. السرعه متر على الثانيه تربيع، متر على الثانيه تربيع، متر على الثانيه تربيع. هنقول لك ايه؟ كيلو جرام على متر على الثانيه تربيع. تمام. على ام في ام. ام في ام اللي هي كيلو جرام مضروبه في ايه؟ في كيلو جرام يا هندسه. كيلو جرام مع كيلو جرام راحوا، كيلو جرام اللي تحت هيطلع معايا فوق. ناقصني حاجات، ناقصني الايه؟ الار تربيع في المقام. الار تربيع، لا الار تربيع في البسط اهي. الار تربيع هيبقى الار تربيع اليونت بتاعها كام؟ اليونت بتاعها متر تربيع. متر تربيع اليونت، احنا خلينا في اليونت. تمام. فطلع معانا متر تربيع في متر تربيع متر تكعيب. وطلع معانا كيلو جرام بالسالب كيلو جرام، هيطلع فوق كيلو جرام السالب واحد. بالسالب واحد، والثانية بالسالب اتنين. سالب اتنين اس اس سالب اتنين. ليه كانت موجب في المقام بقت سالب في البسط؟ قاعدة احفظها، أي حاجة في المقام أس موجب هي في البسط أس سالب. رائع يا باشمهندس. نظبط وحداتنا. بص يا باشمهندس، هنقول الكيلو جرام بيتحط في الأول، والدايمنشن بتاعه أي يا باشمهندس عبد الله؟ ام ام يا باشمهندس. ال ماينس 1. برافو عليك. المتر الدايمنشن بتاعه ال أس 3. الثانية رمزها تي أس ماينس 2. الدايمنشن بتاعنا الاختيار رقم 2 اللي هي الإجابة بي. نخش على سؤال رقم 19 يا باشمهندسين. اف A بتساوي 5 وسالب 7، وبي بتساوي سالب 7 و12. صغرنا السؤال عشان باشمهندس عبد الله قال لي صغر السؤال. تمام. هنقول 5 اي و7 سالب 7 وسالب 7 و12. تمام. هنعمل لهم ايه دول؟ بنقول 3. عايز 3 ايه؟ عايزين السي بيساوي كام؟ 3 ايه ناقص بي. التلاتة يعني الايه هنضربها في 3، والبي وهننقص منها البي. تمام يا باشمهندس. تمام. الايه هي عندك 5 ناقص 7. هنقول السي بتساوي كام يا باشمهندس عبد الله؟ 5 في 3 15 15 ناقص 21 ناقص، هنعمل كومة كده 21. تمام. ناقص كام؟ ناقص البي بكام؟ البي عندك سالب 7 وكام؟ و12. تمام يا باشمهندس. تمام. هعمل ايه بعدين؟ هجمع بس كده. 15 وكام؟ 15 ناقص 15 ناقص 7 بتطلع هيطلع 15 زائد 7 يطلع 23. لنا 22 يا باشمهندس. 22. تمام. تمام. دي طالعة بكام معانا؟ سالب 21 ماينس 12 هيدينا 9. سالب 9. تمام. لا ده ماينس يعني هنجمعهم يبقى سالب 21 ناقص 12 هيدينا بس ثانية عشان نجمعهم. هيدينا سالب 33. هيدينا سالب 33 يا هندسة. وفي الأول كان عطينا موجب ولا كان عطينا سالب 15 ناقص هيدينا بموجب. تمام. هل ده موجود في الاختيارات يا باشمهندس؟ احنا كده جبنا المتجه نفسه فيكتور. احنا عايزينه في الاختيارات ايه؟ عايزينه ماجنتيود وعايزين له دايركشن. الماجنتيود بنجيبه ازاي؟ بنكتب جذر مجموع المربعات. لو هنكتب الجذر التربيعي ل 22 تربيع زائد 33 تربيع يا باشمهندس. هيطلع معايا على الآلة طق 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 زائد 33 تربيع يطلع لي يا باشمهندس 39.66. هل نختار على كده؟
ركز احسن يكون في خازوق. نتاكد من الدايركشن. تمام. الدايركشن بنقول ايه؟ بنقول شيفت تان واي على اكس. فين الواي؟ اهي الواي. فين الاكس؟ اهي الاكس. شيفت تان واي على اكس 33 سالب ماينس 33 على بوزيتيف موجب 22، ونكتب ايكوال بيساوي ماينس 56.3 من 10. ما طلعش فيه خوازيق ولا حاجة، والإجابة عندنا طلعت رقم دي. نخش على سؤال رقم 20. Under which of the following condition is the magnitude of the average velocity؟ السرعة المتوسطة. تمام. بس ثانية. عندك سؤال رقم 20 بيقول لك under which of the following conditions is the magnitude of the average velocity. يعني بيقول لك تحت أي من الشروط التالية يكون مقدار السرعة المتوسطة of a particle moving in one dimension small than the average speed. بيقول لك السرعة المتوسطة تكون أصغر من السرعة المتوسطة على مدى فترة زمنية معينة. يعني ايه الكلام ده؟ بيقول لك عايزين مقدار السرعة المتوسطة يكون أصغر من السرعة المتوسطة نفسها، يعني المقدار أقل من السرعة نفسها. الإجابة عندك هتكون رقم C. A particle moves in the X موجب direction and then reverses the direction of its motion. بقول لك يتحرك الجسيم في اتجاه اكس موجب ثم يعكس اتجاه حركته. تمام. ليه؟ بيقول لك لو الجسم يتحرك في اتجاه معين ثم عكس اتجاه الحركة بتاعته فإن المسافة المقطوعة تكون أكبر من الإزاحة. وبعدين بيقول لك يتم حساب لما نيجي نحسب السرعة المتوسطة بناء على المسافة الكلية المقطوعة هتبقى أكبر. ليس مش هنحسب على التغيير بس يعني. فبالتالي السرعة المتوسطة في هذه الحالة تكون أكبر من مقدار السرعة المتوسطة. تمام. ليه يعني السرعة المتوسطة تكون أكبر من السرعة لا الأفريج فيلوسيتي بتكون أقل. تمام. يعني الإجابة رقم سي. يتحرك جسيم في اتجاه سي يعكس اتجاه حركته. بس يعني هو ده الإجابة. في النهاية كفاية 20 سؤال، يعني حليت 10 و10 في كل فيديو. في النهاية مش هتسأل على خير أنام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. يلا بينا عشان الصوت عالي جدا وأسف على الإزعاج.